السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. مبروك عشركم البنات. اليوم غندير معكم واحد المقروط بالكاوكاو والفول السوداني. انا كنفضل المقروط ما يتقلاش في الزيت لانه كيشرب الزيت بزاف، وكلها وكيفاش كيبغي. والمهم انا غنديرو في الفران، غندير فيه 4 الكؤوس ديال السميد الرقيق من النوع الجيد كما كتشوفوا، وكاس ديال الفرص، كنعمر بكاس ديال العنبه، ومعلقه صغيره ديال الملح، والفاني تقريبا معلقه ونص. الفاني بغيتو ديروا داك حبوب ديروه، وتقريبا معلقه ديال خميره ديال الحلويات. صافي، وغادي نحرك هذوك النواشف مزيان، وغادي نزيد عليهم الزبده نوازيط ذوبتها، خلط معاها واحد 2 معالق ديال الزيت. الزبده تكون حيوانيه. صافي كندخل هذيك الزبده وداكشي مزيان حتى هذيك السميده كتولي مرمله. وغادي نزيد ما زهر، عندي تقريبا 100 غرام ديال الماء داك كاس العنبه، غنبقى نزيد بشويه بشويه حتى كنشوف القوام ديال العجين بانه راه صافي ولا مزيان. ايوا هكذا غنبقى نحرك فيها يا البنات. انا راه مصوطه البنات بالصوت. هو صافي كنغطيوها ونخليوها ترتاح واحد 15 دقيقه. كناخذ اللوز اللي حمرت، كنزيد عليه الفاني، وكنزيد عليه معلقه ديال السكر سنيده، وكنطحنو، وكنزيد عليه الزبده وما زهر وشويه ديال القرفه. البنات راه نسيت ما قلتها لكم. صافي، هو اللي بغى يدير اللوز البنات يدير، اللي بغى التمر يدير، حتى التمر يدير التمر. انا المهم تشهيت كاوكاو درت كاوكاو، حتى بالتمر راه كيجي زوين. مره اخرى غنديرها بالتمر. صافي كنقسم العجين على 2 كرات. العجين الاول غادي نسرحها في هذيك اللاطه، بغيتو ديروها في البابي تسرحوها هي الاولى وتحطوها مباشره، بغيتو ديروها بطريقه هكا غير تحطو تبقاو تسرحوا بيديكم. في الحقيقه هذيك ديال البابي حسن، غير كتسرحوها وكتحطوها مباشره، ما كتشدش لكم الوقت. هذيك الهشوره البنات والله الا كتنفع. وصافي بعد ما قاديتها درت داك كنحاول نضغط عليها بهذاك اللعيبه باش تاخذ داك هذا الفورمه ديال ديك اللاطه. صافي، وخديت هذاك الكاوكاو وغادي نسرحو في هذاك البابي، ندير عليه بلاستيك، ونبدا داك البابي درتو مربع على حساب هذيك اللاطه، قيستو عليها وقطعتو. صافي غنبدا نسرح وغنحط مباشره فوق هذاك السميده اللي درت العجين الاولى. هنا البنات والله الا الصهد الموت هنايا كاين. صافي بعد ما قاديتها غادي نحاول نديرها فوق منها. صافي حاولوا، واخا شي بلاصه ما فيهم، راه ملي غادي تبداو تسرحوا غير بشويه، ما تضغطوش بزاف. غتسرحوا راه غادي ديروا البلاصه اللي خاويين زيدوا فيهم هذاك، سرحوا كاوكاو. صافي كنحاول نقادها باش تدخل في الجنب مزيان، باش تجي مقاده. الا قطعتيها تجي مقاده. ايوا هي هذيك. عاد غنجيب العجينه الاخرى غنسرحها. نسرحها وغنحطها فوق منها. كتجيب التمر زوينه البنات، غير انايا نسيت التمر ما جبتوش. هذاك المعجون انا بغيتهم داك اللي كيكون معجون بزاف باش يسهل عليا نعجنو، ما مشيت جبتو. صافي انا ندير كاوكاو، حتى كاوكاو جات زوينه، وباللوز كاع غتجي احسن. صافي درتها من فوق منها، نحيد البابي.
هذا غير ما جا رمضان وعياني ما قدرنا نهضر ملا ملا جا رمضان خلاص. صافي كنقاد هذوك الجناب مزيان باش تجي في التقطيعه مزيانه، ما تضغطوش بزاف، غير نحاول نورك غير بشويه. ايوا صافي نقادها وغادا نقطعها بالموس. يلا سير على الله. ما تنساوش البنات لايك، الله يرضى عليكم، شكرا لكم. صافي غنبداو نقطعوها على شكل مستطيلات. تجي يعني مقاده باش ما تبقاش عشوائيه، كيكونوا الكروات مقادين باش الا قطعتيه يكون كله مقاد في التقديم. يا وجدتو شي سليلو البنات، كملتو ولا باقي؟ انا حيات وشحال هادي ديك التقاوت صايبتهم وقاديتهم. شباكيه تاهي مشيت للعربيه لا وصايبتها تما تعاوننا عليها وجبتها معايا. واحد الشباكيه ما نعاودش لكم البنات، والله الا نسيت ما صورتهاش لكم. شباكيه رائعه، شباكيه راه هي العسل البنات. خاص العسل يكون عاقد مزيان، قد ما العسل كان عاقد قد ما العجينه كتشد فيها كتبقى تبري وكتجي كتعلك. صافي المهم المهم تزين راه على حسب بغيتي ديرو. انا درت هذاك على شكل خطوط بهذاك المنقاش. صافي كتكونوا ديجا مسخنين الفران على درجه 170 من الفوق والتحت. وملي تبغي ديروها كطفيو على الفوق وتخليوها شاعله للتحت حتى كطيب مزيان، وعاد كتشعلوا عليها من الفوق تحمر شويه، ما تخلوش عاوتاني طيب بزاف تجيكم قاصحه مع السميده راه دغيا كطيب. صافي وغنزوقها باللوز. كان عندي هذوك اللويزات تما قلت راه نديرهم حتى اليوم كاوكاو. صافي غادي ندخلها الفران البنات مشي طيب مع راسها. حقا انا تشهي ديال التمر في الحقيقه، غندير ديال التمر كينفع في السحور، تاكلوها في السحور البنات مع كاس ديال الحليب. صافي ونزيد عليها ملي كنخرجوها سخونه كنخوي عليها. كاين اللي كيدير الشربات البنات، انايا فضلت ندير العسل، العسل كيعلكها. صافي كتخوي عليها العسل ما حدا باقا سخونه. وملي تساليو غادي تخليوها تبات ليله كامل، عاد تقدموها باش كتشرب هذاك العسل مزيان. تخليوها تبات ضروري، ولا درتوها في الصباح تخليوها العشيه، درتوها في الليل تخليوها للصباح سياني. اللي بغى يدير العسل الحر راه مزيان تبارك، اللي ما عندوش يدير غير العسل العادي. صافي هي بعد ما عمرتها نخليها تا تشرب مزيان وتعلك، والصباح نصبح عليها ونقطعها وناكلها. ها هي بعد ما وجدت البنات انتم كتشوفوا راه كلا بعدا واحد الجوجات زوم ليا نتوما تشوفوا. صافي نحطها دابا في هذاك البلاطو. ويلا صافي شفناها يا الحاجه شفناها. ايوا كتجي كتعلك البنات، والسر ديالها هو هذيك الزبده نوازيط حيوانيه. حتى الا درتو ديك الزبده ديال داك الطوريق ولا الفواطه كتجي فيها واحد الريحه خايبه. الاحسن الزبده بلديه ولا الزبده حيوانيه كدوبها حتى كتولي نوازيط، كتطلق فيها واحد البنه واعره. هانتوما كي كتشوفوا البنات وخلاص راه ديال التمر راه غتجي معلكه. مع التمر كيجي معلك. وليا التمر كندير فيها واحد الخلطه عجيبه تنوريها لكم
كيجي التمر بحال يعني شي حاجة كتاكل شي حاجة غريبة. شفتو البنات كي كتفرتت، هاهي مشاربة العسل. ايوا هي هادي. نتمنى يعجبكم الفيديو البنات، الى اللقاء في فيديو قادم ان شاء الله وبحول الله.